السلام عليكم يا باشا، كنت عاوز ايه اطلع. ده ايه ده ايه ده جرى يا استاذ؟ انت هتعتدي على موظف اثناء تدريب عمله ولا ايه؟ اعتداء يا باشا، بس انا عايز اطلع شهاده ميلاد كمبيوتر. عادي كده وفي عز النهار؟ ده انت جريء قوي. هو ايه اللي جري في ايه يا باشا؟ ده شهاده ميلادي وانا عايز حاجه طب حرام. روح وتعالى بعد ساعة اما نشوف انا اعمل لك ايه في القصة دي. وانت عملتها قصه ليه؟ وبعدين اجي لك بعد ساعه ليه؟ ما انت يعني ما فاضل. نفطرش يعني يا استاذ؟ ده انت كلح قوي. وبعدين انت مش واقف في الطابور ليه؟ مانيش شغال غير لما تعملوا طابور. طابور ايه يا عم؟ انت طبش مفيش غيري واقف اصلا قدامك. ماليش فيه، اعمل صف وقف فيه. طب بص، انا عملت صف اهوت وانا اول واحد واقف فيه. عايز ايه يا استاذ؟ يا عم عاوز اطلع شهاده ميلاد لا كمبيوتر. والله يا باشا خلصت، اخر واحده لسه طلعت صاحب نصيبها من نص ساعه. يابا هي طماطم يابا، صاحب نصيبها ايه؟ خلاص يا باشا، روح للاستاذ عبد المعطي البشكاتب، هو اللي معاه الخيط. ازيك يا استاذ عبد المعطي بشكاتي؟ اهلا وسهلا، ازيك يا حبيبي؟ مؤاخذة يا باشا، كنت عايز اطلع شهادة ميلاد كمبيوتر. روق بس يا حبيبي، واحده واحده. عايز تطلع ايه؟ انا بقول لك يا عم عايز اطلع شهادة ميلاد كمبيوتر. كمبيوتر؟ ده انت بجح قوي. قلت له كده والله يا استاذ عبد المعطي مش بيصدق. اجرى ايه يا جدعان؟ وانا عايز حاجة ابيعها، ده شهادة ميلاد. واحده واحده يا استاذ، طول بالك علينا، مصلحتك مقضيه ان شاء الله. انت عايزها ليه؟ يا عم عاوز اشتري عربية وعايز الشهادة عشان اسجلها باسمي. عربيه حته واحده؟ ده عالم مرفه بمعطي بقى وجايين يفوقوا انت يا علينا. عم انت هتطلع لي الشهادة ولا اروح اشتكيك؟ يا استاذ روق بس، مصلحتك مقضيه. انت اسمك كريم ايه؟ شوقي محمد احمد السيد عبد ربه حسين المصطفى الدمياط. كرايه يابا، كل ده اسم وعايز شهاده ميلاد؟ شهاده ميلاد مش هتكفيك كده. خلاص يا استاذ حافظ، هنديله شهادتين ونفتحهم على بعض. الله يعزك يا عبد المعطي بيه. ما تخفوا العسل ده شوية يا باشا منك له. ده تكون ايه السخونة؟ النوع ايه يا شوقي بيه؟ ذكر ولا انثى؟ كابوريا. طب كابوريا ذكر ولا انتاي؟ الله يعزك يا عبد المعطي دلوقتي يا بيه. باشا عايزين طبق من عند مدام امل، بس يكون طازه وبسمسم. يا باشا معايا الطبق اهوت، جايبه لك من عند مدام عفاف. لا يا باشا انا عايز بتاع امل، نفسها في الطوابع حلو. يا عم ماشي، طب عايز حاجه تانية اجيبها لك بالمره؟ اه انت ساكن فين يا باشا؟ في دمياط يا ريس، حاره النجارين. دي اللي زي حاره السقايين كده. الله يعزك يا عبد المعطي بيه. ما تنجز يابا، احنا نقضيها تهريق. طب بص يا باشا، انا عايزك تصور بطايق النجارين اللي في الحاره كلهم، نجار وابلكاشه وش وظهر. مش عاوز مقاسات ملابسهم الداخليه كمان بالمره؟ حلو والله، الله يعزك يا عبد المعطي بيه. يابا انت حافظ مش فاهم، انا اللي قايلها اصلا مش عبد بايه. وعاوزين بقى اثبات شخصيه، هات لنا شهاده ميلادك وش وظهر، بس يكون شهاده ميلاد كمبيوتر. يابا ما انا جاي اطلع شهاده ميلاد عشان اجيبها لك، انا هي لو معايا مش هجيلك اصلا. يا نهارك اسود، وانت ما معكش شهاده ميلاد؟ امال جاي تعمل ايه؟ ده قضيه تزوير دي. صدقوا بالله انتوا جوز بقى. اوعى تشتي، الاستاذ عبد المعطي هو اللي معاه الخيط، وانت بقى وحظك معاه. الله يحفظك يا عبد المعطي بيه.